مصر تسقط بوتسوانا برباعية صلاح وتريزيجيه وفتحي، وتنفرد بصدارة المجموعة في تصفية افريقيا. حقق المنتخب الوطني فوزا هاما وثمينا على حساب مضيفه منتخب بوتسوانا برباعية دون رد في الجولة الثانية من التصفية المؤهلة للنسخة المقبلة من بطولة كأس الأمم الأفريقية. سجل رباعية المنتخب الوطني كل من محمود حسن تريزيجيه ثنائية المنتخب الوطني في الدقيقتين 5 و 29، ومحمد صلاح في الدقيقة 56، ومصطفى فتحي في الدقيقة 93. لم ينتظر المنتخب الوطني كثيرا ليتقدم بأولى الأهداف في الدقيقة 6 بعد انفراد تام من محمد صلاح ليسدد كرة من يمين منطقة الجزاء تصدى لها حارس المرمى لترتد إلى تريزيجيه الذي سدد الكرة داخل الشباك. ونجح المنتخب المصري في تسجيل ثاني الأهداف في الدقيقة 29 من عمر اللقاء بعد تمريرة ساحرة من رامي ربيعة إلى تريزيجيه الذي استلم الكرة وسددها من داخل منطقة الجزاء لتسكن الشباك. وفي الدقيقة 56 نجح محمد صلاح في وضع بصمته الأولى في اللقاء بعدما أرسلت عرضية ساحرة من الجانب الأيسر عن طريق محمد حمدي ليخطئ حارس بوتسوانا في تقديرها وتصل إلى محمد صلاح داخل منطقة الجزاء ويسددها في الشباك مسجلا ثالث أهداف الفراعنة. وفي الدقيقة 93 نجح مصطفى فتحي في تسجيل رابع أهداف المنتخب الوطني من تسديدة من داخل منطقة جزاء بوتسوانا بعد تمريرة رائعة من الجانب الأيسر من جانب إبراهيم عادل. بهذا الفوز رفع المنتخب الوطني الرصيد إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة الثالثة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية، فيما تزيل المنتخب البوتسواني جدول ترتيب المجموعة بلا رصيد يذكر من النقاط. مبروك للمنتخب الوطني المصري الفوز وتحقيق العلامة الكاملة. بالتأكيد نحن في انتظار آرائكم في التعليقات.